الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية في مجموعة فيها انتر ميامي، فيها بالميراس البرازيلي، فيها فريق بورتو البرتغالي كممثل عن أوروبا وليس بطل. هنا المجموعة سهلة وتبدو صعبة، أو صعبة ولكنها تبدو سهلة. سهولتها جاية من إنك أنت بتلاعب مجموعة هي الأسهل بالمقارنة بكل المجموعات في كأس العالم للأندية. ما انتش معاك السيتي مثلا ولا اليوفي مثلا، وفي نفس الوقت كمان معاك برضو بورتو مش فريق سهل، وفي نفس الوقت فريق بالميراس فريق بطل زيه زي الاهلي مش سهل. حتى انتر ميامي اللي جاي كمستضيف للبطوله هو جاي مع ميسي، فده في حد ذاته حمله، ده في حد ذاته فريق لوحده. فانت معاك فرقه او مجموعه هتواجه مجموعه مش هتقدر تتكلم على انها سهله ولكنها صعبه. ولكن لو هتاخدها كل فرقه، انت هتلاعب فريق انتر ميامي اول مباراه. انتر ميامي فريق سنه كبير، جوردي ألبا موجود، بوسكيتس موجود، ماسكيرانو كمدرب، في ميسي، في سواريز. السن او عامل السن بيتخطى 36 عام، فالناس دي كانت ابطال، كانت نجوم، لكن دلوقتي بتبطل كوره ما عدا ميسي، عشان الموضوع ما فيهوش هزار، لان ميسي في حد ذاته حتى لو على كرسي بعجل اي فاول على حدود ال 18 اصبحت ضربه جزاء حرفيا. وبالتالي انت هنا بتلاعب فريق صاحب الارض مستضيف لكنه فنيا بطيء، والاهلي يقدر يتغلب عليه بجماعيته. اما كونه ليس بطل برضه يضعف من موقفه. عندك الفريق الثاني هو فريق بالميراس، وده فريق هو الاقوى في المجموعه من وجهه نظري في مواجهه النادي الاهلي. فريق بالميراس فريق الاهلي معتاد عليه، كسبناه مره قبل كده وخسرنا منه في مره كان الاهلي فيه غيابات كثيره جدا جدا، وكان حارس المرمى علي لطفي. فريق بطل، والفريق البطل مواجهته بتبقى صعبه شويتين. اما اقوى شيء فيه ونقطه القوه المهمه هو المدرب البرتغالي فيريرا، مدرب تكتيكي قوي جدا جدا، بيعرف يقود كل مباراه وبيعرف ازاي يكسب بطولات. اما المواجهه الثالثه مع فريق بورتو البرتغالي، فريق ممثل عن اوروبا، مش بطل اوروبا وانما جاي عن طريق التصنيف، فهو افضل حاجه جايه لك من اوروبا، وده اللي مخلي الموضوع سهل شويه. مش قوي قوي في مواجهته مع فريق الوداد المغربي. شفنا فريق مش احسن حاجه دفاعيا، كان صعب جدا، كسب 1-0 من هجمتين. في نفس الوقت فريق الوداد راح عليه باكتر من حوالي 5 اهداف محققه، لكن احنا عارفين ان الوداد بقاله سنتين مش موجود على الساحه الافريقيه ولا حتى المحليه، مش عارف يكسب دوري، لدرجه لم يشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا اللي فاتت، والسنه دي هيشارك في الكونفدراليه. فانت بتتكلم عن فرق الى حد ما في المتناول. وجهه النظر ان الاهلي هيصعد مع فريق بالميراس وليس بورتو، ايا كان من اول او تاني. الاهلي هيجمع من 4 ل5 نقاط، هيكسب فريق فريق انتر ميامي، هيكسب او هيتعادل مع فريق بورتو. فريق بقى بالميراس ده موضوع تاني، ممكن يتعادل او يكسب او يخسر، لكن اضمن لك ان هو ان شاء الله يجمع من 4 ل5 نقاط، فبالتالي صعوده ان شاء الله مضمون.